لما تقع في حب حد مش مناسب لا من مستواك ولا من سنك، والكل اجمع انه هيضيعك، تلاقي العيله كلها عملت عليك رباطيه، لا وكل كوم وابوك الحاج يكوم تاني. تلاقي جاي باصص لك بنظره حكيمه كده من فوق النضاره وهو ماسك كوبايه الشاي، بيقول لك يا ابني سيبك من عواطفك ديت، اللي يمشي ورا قلبه يتسوح، شغل مخك شويه. صح. المصيبه بقى انك لو سمعت كلام الحاج وشغلت مخك فعلا، هتحب اكتر وهتثبت في اللي بتحبه. اه والله. ومش انا اللي بقول كده، ده العلم اللي بيقول. مش مصدقني؟ فاكرني بهبد؟ طب اسمعوا التجربه دي. في عالمه اعصاب اسمها هيلين فيتشر. الست دي حبت تقطع الشك باليقين في موضوع الحب دوت. راحت جايبه مجموعه من الاشياء المجانين اللي ما بيناموش غير من حبهم، وحطتهم جوه جهاز اشعه رنين مغناطيسي، وعرضت عليهم صور للي بيحبوه. عارفين لقت ايه؟ لقت ان المناطق اللي نورت في المخ وبقت بتشع طاقه ونشاط هي نفس المناطق اللي بتنور في دماغ مدمني الكوكايين لما يشوفوا الجرعه. اه والله. يعني المفروض لو واحد اتمسك وهو ماشي مع مراته وياخد 3 سنين تقاضي، طب لو متجوز اثنين فيها 25 سنه ايجار. فظيعه فظيعه. بناء عليه نداء من الدك، برنامج خد نفس، الى كل الاباء والامهات والخالات والعمات والاصدقاء: لما تلاقوا واحد صاحبكم واقع في حب حد غلط، ارجوكم ارجوكم راعوا ان ده بيبقى شغل كيمياء بجد. وحتى لو هي صلعه هو بيبقى شايفها رابونزل على فكره. وبلاش الجمله المستفزه والمضلله بتاعه فكر بمخك، لان مخه حاليا عباره عن غرزه هرمونات ومفاعل نووي لانتاج الادمان والتلذيذ. انت ممكن تقول له فكر بكليتك، فكر بمرارتك، فكر بجيوبك الانفيه، اي عضو تاني بريء وما بيفهمش. انما المخ هو اللي مودينا في داهيه اساسا.